السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل متابعي أنور فلوج، اليوم جاتكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن دولة الحلم. موضوع تاع اليوم خاص بالمانيفيستا، الناس اللي راهي تحوس دير لا دوموند. أولا كاين العديد من المصادر اللي راهي تأكد أن المانيفيستا حاليا راهي مغلقة، لكن خليني نقول لكم أن فرضا يعني أنها مغلقة هذا أمر طبيعي، لأن سبق أن أخبرتكم أن كاين فترة انتقالية من الساف إلى الأيما، فطبيعي راح يكون كاين خلل في النظام، وهذا أمر عادي جدا. حقيقة الأخبار الرسمية والأكيدة اللي تجزم 100% أن المانيفيستا راهي أغلقت، فيعني نظريا ومنطقيا هذا الأمر هذا طبعا ليس منطقي، لأن سبق أن قلت أن وزيرة الهجرة تكلمت في شهر أفريل وقالت أن راح يبقى كل شيء كما كان، يعني لا ايضا حتى خوتنا اللي داخلين بلا فيزا ما قالتش باللي هذو راح ما نزيدوش نسووا لهم الوضعيه تاعهم. اذا كل شيء راح يكون طبيعي باذن الله، هذا المقرر والمتوقع طبعا، وعلى لسان وزيره الهجره. لكن الامر هذا فهو طبيعي، حتى ولو تاكد الخبر رسميا ان مانيفيستا حاليا ما تقدرش دير مانيفيستا، فاكيد في قادم الايام راح يفتحوها، لانهم اصلا الايما لازم تفهموا يا اخواني ان الايما راهي خلفت الساف، هي تتكلف بملفات المهاجرين في قادم السنوات، فهذا امر طبيعي. والا ما كانش كاين تغيير، والا كان كاين يعني توقيف من الساف نفسها، او اعلنوا على توقيف يعني الى اجل غير مسمى او الى اجل مسمى طبعا. لذا بالنسبه للناس تقول لك راه سكروا المانيفيستا وما يزيدوش يحلوا المانيفيستا، يا اخواني ما تسمعوش لهضره هاد الناس. راه باذن الله الامور هذه راهي مش راح تكون منطقيا، وحتى على الورق هذا الامر يعني او هذا القانون لم يصادق عليه ابدا، يعني لم يصادق عليه ابدا، وما كان حتى خبر رسمي يأكد هذا الامر. لذا الامر هذا يعني ليس موجود جملة وتفصيلا. بقات الحكاية في السيستم طبعا أو في النظام، هذا أمر طبيعي جدا، لأن التغيير من الساف للأيما هذا أمر يحتاج شوية وقت. وكما قلت لكم النتائج إن شاء الله الفعلية اللي راح نشوفوها للأيما راح تبدأ من 1 جانفي 2024. كالعادة دائما وأبدا كان معكم أخوكم أنور فلوج من قلب الحدث من دولة الحلم، وأتمنى بإذن الله أن أكون لكم من الناصحين. وأي إنسان عنده أي استفسار أو أي سؤال يقدر يجيني على الانستغرام تاعي هو أنور فلوج. ومرحبا بالجميع، ودركم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.